إذا كل الشكر للشاعرة والزلزالة سناء مطر، وكذلك لبشعيب الغواني على هذه الفقرتين الجميلتين والرائعتين. هنا عيته قلبي خانت الامانه يا عشقه بلساني وقلبي اناني ما حسيتش بالامور صار عيانه تقعد نهار وتقول سيمانه. بهذه المناسبه هذه جمعيه اللي حاضره معنا اليوم منظمه هذا الحفل باغا تخلي واحد التذكار، وهو شهاده تقديريه اعترافا لك بالزياره ديالك المحمديه والخدمه اللي غادي تقدمها. حبوا انهم يكرموك في بدايه الاشتغال ديالك داخل المحمديه من طرف السي كردا والسي محجوب. سي بيشري في الفن الشعبي مدينه المحمديه، شهاده شكر وتقدير غادي يقدمها لي الاستاذ الشيقر مدير مؤسسه مدرسه البشالي، والاستاذ عاطف مظفر مدير دار الشباب بن خلدون. الصحة والراحة سي العبيدين، نتمنوا لك الشفاء العاجل ان شاء الله، دعواتنا معك بالشفاء ان شاء الله، الله يشافيك. هناك شهادة تقديرية، شهادة شكر وتقدير للأستاذ عاطف مظفر الإدريسي مدير دار الشباب بن خلدون، غادي يسلمها لي رؤساء الجمعيتين المنظمة. خديجة بوسلام كنعرفها سنين وسنين، هي فعلا من الحقل السياسي والحقل الجمعوي كانت عندها ممارسة جميلة ورائعة، كانت تتفاعل مع كل فعاليات الجمعويين اللي اشتغلوا في المجال الجمعوي. إذا أعطي كلمة الأخت خديجة بوسلام، واخا أن شفتها بحال فيها ضغاك. شكرا للجميع. في البدايه كنشكر جمعيه بدر لتجار صناع السوق البلدي شطيه، وجمعيه الرحمه للتضامن الاجتماعي، وجمعيه التواصل الاجتماعي على الدعوه باحتفال ذكرى عيد المسيره وعيد الاستقلال. ففي الحقيقه انا جد سعيده بتواجدي معكم، تلاقيت مع ناس شحال ما شفتهم، فكنشكر جميع اعضاء الجمعيه على المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها
محليا ووطنيا. كنشكر جميع الاعضاء الاخرين اللي ساهموا في انجاح هذا الحفل، فشكرا للجميع. شكرا للسيد القائد الحاضر معنا، شكرا للناس الحقوقيين، شكرا لجميع الاعضاء اللي شفناهم. شحال هذه ما تشوفنا، كانت فرصه هذه ومناسبه. انا مزيانه كنشكر السي كردا والسي نجيب والسي الزوقي على هذه الفرصه اللي تحت لنا انا نشوف عرفتي مع الحياه اليوميه نظرا لالتزامات. فكنشكر الجميع ونتمنى لهم مسيره موفقه وتبارك الله عليكم. شكرا الاخت خديجه بوسلهام، وفعلا انت تستحقي التكريم هذا، هذه التفاته طيبه. اذا سيتم تكريم الاخت خديجه بوسلهام من طرف قائد المقاطعه الحضاريه الثانيه السيد مقري محمد. يتفضل معنا، والسي كردا بجوج يتفضلوا. شهاده وصوره تذكاريه. هو عربون المحبه والاعتراف من الجمعيتين، جمعية بدر التجار وصناع السوق البلدي، وجمعية الرحمة للتضامن الاجتماعي بالشراكة مع جمعية الشباب للتواصل الاجتماعي. سي رزوق. بارك الله عليك. هو الملقب بالقاسمي لانتمائه لأشهر قبيلة عربية حافظت على الصيد بالصقور في المغرب أكثر من 1000 سنة. أبا عن جد، حاصل على الإجازة في الجغرافية، رئيس الجمعية الوطنية لسقارة القواسم، طالب الماستر في نظم المعلومات الجغرافية، شاعر وزجال وناقد، له ديوان وجع المداد مع الزجالة حليمة المجاهد، أصدر ديوان سر النون، حصل على الرتبة الثامنة في الشعر الشعبي من بين 2000 مشارك شاعر، ووثقت قصائده في ديوان عمالقة الزجل، ديوان في النتيرة الحرة ملائكة الأرض الوسطى، بحث علمي في دينامية التدبير نفايات الصلبة بمدينة المحمدية أنجزه، له عشرات المقالات والمقدمات لعدة كتب، فاعل جمعوي حيث ساهم في عدة أنشطة مدنية على الصعيد المحلي والوطني، أهمها جمعية الطفولة والشباب وجمعية التواصل التنمية بالمحمدية، إطار في مجال تدبير نفايات بالمحمدية بشركة أسواس مسار 20 سنة، حرص على أداء خدمته بجدية، الكل يعرفه والكل يتفاعل معه ويحتاج وقت مشاء يجيب على جميع المكالمات، وأشهد بها أنا لأنني كنت من بين الناس اللي تفاعلوا معه مرة ما جوج، وكان حاضرا يستحق التصفيق. إنه صديق وفاعل جمعوي حقيقي وأخ، إنه الأستاذ فؤاد بياز. مسار حافل ورائع لفؤاد بياز. سيتم تسليم الشهادة والصورة اعترافا بالعمل الذي يقوم به السيد قائد المقاطعة الحضرية الثانية السي مقري، تفضل معنا. السيد مدير دار الشباب بن خلدون السي عاطف مظفر اللي غادي يقدموا هذه الشهادة، كذلك السي قالة والسي بياز تا هما يتفضلوا باش تكون الصورة. السي بشري رئيس جمعية التجار والصناع السوق البلدي بالمحمدية من أحد الفعاليات الجمعوية. السي سعيد بوشرطة تفضل. احنا في فترة طيبة من الجمعيات في اتجاه السي فؤاد البياز. هنيئا لك. جمعويين حقوقيين مهتمين، تحيه للسلطات المحليه بشخص القائد، تحيه للسي عاطف اللي ممثل وزاره الشباب والثقافه، تحيه لجمعيه بدر وشباب التواصل والرحمه شخص كردا والسي المحجوب. كنشكرهم على هذا التكريم، ولكن محبتهم لنا هي التي جعلتنا واقفين هنا امام الاخوان والاخوات.